معلم فنون قتالية بيكون ضد العنف تماما وبيرفضه تحت أي ظرف، لحد ما بيكون مصير قرية كاملة متعلق بيه ومفيش قدامه غير إنه يقاتل علشان ينقذها. بيبدأ فيلمنا مع الشاب المهووس بالفنون القتالية دانيال ومعلمه مياجي بعد ما بيكونوا خارجين من مباراة كان بيخوضها دانيال، وبعد مجهود ومعاناة كبيرة قدر دانيال إنه يفوز بالقتال وبيخرج والفخر مالي عين مدربه. ولكن مدرب جوني الشاب اللي كان بيقاتله دانيال بيخرج وراهم وبيكون باين قد ايه هو متعصب بعد اللي حصل، ولانه شايف ان مياجي ودانيال ضعاف جدا وما كانش ينفع يكسبوا المدرب بتاعه، وعلشان كده بيمسك المدرب، فجوني بيضربه وبيكسر جايزة المركز الثاني بتاعته. ولكن هنا بيتدخل مياجي وبيبعد جوني وبيضطر انه يتعامل مع المدرب ده بنفسه، ولكن مش بيستخدم معاها اي عنف، وكل اللي بيعمله انه بيتفادى ضرباته وبيخلي ايده تيجي في ازاز العربية وبتتجرح جرح كبير، وقبل ما بيمشي بيعرفه انه لازم يسامح الضعيف مهما كان الثمن. وبعد 6 شهور بنشوف دانيال وهو رايح لمياجي بعربيته وهي بايظة، ولكن على الرغم من كده مياجي بيقدر انه يتعامل على العربية وبيصلحها، ولكن بيعرف مياجي من دانيال ان بسبب شغل امه في المدينة هيضطر انه يبعد عنه ويروح يعيش معاها لمدة شهرين الصيف. فبيبص له مياجي وبياخده معاه لجوه البيت وبيطلب منه يساعده في بناء الأوضة الخشبية اللي قدامهم، ولكن لان دانيال بيكون متضايق انه هيبعد عن مياجي بيكون مش عارف يتعامل مع الأوضة دي ولا عارف حتى يمسك المطرقة، فبيطلب مياجي انه يهدي اعصابه وبيعلمه الطريقة الصحيحة اللي يتنفس بيها واللي هتخليه يحس براحة كبيرة. وفعلا بعد ما بيتعلمها دانيال بيحس بارتياح شديد، وبعد شوية بيسأله هو ليه بيبني الأوضة دي، فبيصدمه مياجي وبيقول له انها علشان ما يسيبهوش الفترة اللي امه هتسافر فيها. فبيفرح دانيال جدا وبتزداد فرحته لما بيديله مياجي وسام الشجاعة اللي بياخده دانيال، وبيبروزه وبيوريه لمياجي وبيكون سعيد بيه جدا. وفجأة واثناء ما هما بيتكلموا بيدخل عليهم ساعي بريد وبيدي مياجي رسالة جاياله من واحدة اسمها يوكي، والرسالة بتقول ان والد مياجي مريض جدا ولازم يزوره في اقرب وقت. فعلى طول تاني يوم مياجي بيروح علشان يتمم اجراءات السفر، وبيكون معاه دانيال اللي بيسأله عن سبب سفره لأوكيناوا المفاجئ. فبيحكي له مياجي قصته وبيقول له انه زمان قبل ما يتنقل لأمريكا شاف اجمل بنت شافها في حياته واللي هي يوكي اللي بعتت ليه الرسالة، وهما الاتنين حبوا بعض جدا، وكان هو واخوها ساتو اصدقاء جدا، وهما الاتنين اتدربوا على ايد ابو مياجي. ولكن اليوم اللي راح مياجي علشان يطلب ايد يوكي من ابوها ما وافقش، وحصلت مشكلة كبيرة بينه وبين ساتو واللي طلب منه يتقاتلوا مع بعض، وعلشان كده ملقاش مياجي حل غير انه يسيب القرية من اكتر من 45 سنة. وبيتفقوا هما الاتنين انهم هيروحوا مع بعض علشان دانيال ما يكونش لوحده. ولكن تاني يوم بيستنى مياجي دانيال مدة كبيرة ولكنه مش بيجي، فبيضطر انه يمشي ويروح على المطار، ولكنه بيتفاجئ بدانيال جاي له جري وبيعتذر له عن التأخير، وبيركبوا هما الاتنين الطيارة. وطول الرحلة بيفضل دانيال يعرف معلومات عن أوكيناوا اللي بيكون مش قادر يشوفها حتى على الخريطة بسبب صغر حجمها. ولما بيسأل دانيال مياجي عن مهارة ساتو القتالية بيقول له انه قوي جدا ويعتبروا هما الاتنين قوتهم متساوية. وبتخلص الرحلة وبيوصلوا هما الاتنين لأوكيناوا، وبيتفاجئ مياجي بصورة ساتو على الحيطة، وبيكون واضح انه بقى مشهور ومعروف جدا في أوكيناوا. ولما بيخرجوا بيلاقوا شوزن ابن اخو ساتو مستنيهم بره، وبيكون معاه عربية غالية جدا وهما الاتنين بيركبوا معاه. ولكن هنا بيكون واضح نظرات الشر على عيون شوزن، واللي بيمشي بيهم في طريق بعيد عن بيت ابو مياجي لحد ما بيوصلوا لمكان مهجور. ولما بينزلوا هما الاتنين من العربية بيتفاجئ مياجي بساتو بيندهوا بالجبان، واللي بيعرفوا انه هيديله فرصة يبص على ابوه، ولكن الاكيد انه هيموت على ايده، وبيسيبه ويمشي. فمش بيلتفت مياجي الكلام ساتو وبيمشي في طريقه لبيت ابوه، وبتفتح لهم الشابة كوميكو واللي هي كمان كانت بتراعي والد مياجي، لحد ما بيدخل عند ابوه وبيتفاجئ بحب عمره يوكي، واللي بتفرح وبتتصدم لما بتشوفه، ولكنها بتعرفه انها فضلت مستنياه طول الوقت اللي فات ده وما اتجوزتش. وده بيخلي مياجي سعيد جدا وبيحس كأنه اتولد من جديد. وتاني يوم بيروح دانيال ليوكي، واللي اول ما بتشوفه بتبتسم وبتقول له ان مياجي كلمها كتير عنه وعن قد ايه هو فخور بيه. ولما بيسألها عن مكانه بتقول له انه في قاعة تدريب الكاراتيه. فبيروح له دانيال وبيلاقيه بيتدرب، وبيخرجوا هما الاتنين يتمشوا مع بعض، وبيكون باين الزعل على مياجي ان لسه القرية قديمة وما دخلهاش اي تكنولوجيا. وبيعرف مياجي ان ساتو اغتنى، وبعد الحرب اللي حصلت هنا اشترى سفينة ضخمة للصيد، ومن ساعتها والناس بقت مش قادرة تصطاد، وعلشان كده جزء كبير منهم بيسافروا والباقي بقى بيأجر الأرض من ساتو.
وأثناء ما هم ماشيين بيعرفوا على كوميكو اللي شافها قبل كده، وبيعرفوا إنها بتدرب أطفال القرية على رقصة مشهورة جدا عندهم. وهنا بيجيله ساتو واللي بيقول له إن أوان قتالهم جه، ولكن مياجي بيفضل ثابت عند رأيه وبيقول له إنه مش هيقاتله مهما حصل. ولكن ساتو بيكون على وشك إنه يقتله، ولكن بتيجي يوكي وبتعرفهم إن أبو مياجي تعبان جدا وعايز يشوفهم هما الاتنين. فبيجروا على بيته وبيمسك أبو مياجي إيد ابنه ساتو وبيضمها على بعض علشان يوصل لهم رسالة إنهم يتحدوا مع بعض مرة تانية وبعدها بيموت. ولكن ساتو مش بيستوعب الرسالة وبيدي مياجي مهلة 3 أيام وبعدها هيتقاتلوا. وبيعيش مياجي فترة حزن كبيرة على فراق أبوه، وبيحاول دانيال إنه يهون عليه، وبيبدأوا هما الاتنين يتمرنوا مع بعض. وبياخد مياجي دانيال لأداة تعليم الكاراتيه، وبيقول له إنه زمان ما كانش عايز يشتغل في الصيد زي باقي أهل القرية، وعلشان كده عمل الأداة اللي شايفها دلوقتي. وبيفهموا مياجي طريقة التدرب عليها، ولكنها بتكون خطيرة جدا وممكن الغلطة منها تموتك. وفي أول محاولة لدانيال معاها بيقع في المية، ولكنه مش بيستسلم وبيخرج من المية، وبيقف وهو في كامل تركيزه وبيقدر إنه يتفاداها. ولكنها بتيجي في هدومه وبيشوف إنه كان على وشك إنه يموت. وبعد ما بيخلصوا تدريب هما الاتنين بيكونوا في طريقهم للبيت، ولكن شوزن بيشوفهم وبيفضل يتريق على مياجي وبيقول عليه جبان. وعلى الرغم من ان دانيال بيكون متضايق من كلامه على معلمه، الا ان مياجي مش عايز ياخد اي موقف وبيكمل طريقه للبيت، لحد ما بيشوف دانيال فلاح الخضار بيقع منه، فبيخرج علشان يساعده وبيوديه بنفسه لحد شوزن، لان هو اللي بيكون مسؤول عن تصدير الخضروات. واثناء ما هو بيتريق بتوقع الموازين بتاعه شوزن، وبيبان انه كان بيغش الفلاحين، وده اللي بيخليهم يصوروا عليه. وبيكون دانيال واقف وسعيد جدا. والناحية التانية بيكون مياجي مع يوكي وبيفتكروا الماضي والأيام اللي قضوها سوا، وقد إيه هما كانوا بيحبوا بعض. وحب مياجي ليوكي بيزيد، بالذات بعد ما بتقوله إنها ما اتجوزتش لحد دلوقتي، لأنها كانت منتظرة اليوم اللي هيرجع فيه. وأثناء تدريبات دانيال بتشوفه كوميكو بتقوله إن التقنية اللي بيستخدمها مشابهة جدا للرقصة اللي هي بتعلمها، وبتبدأ إنها تمرنوا عليها، وبيبدأوا هما الاتنين يرقصوا مع بعض. ولكن هنا بيجي شوزن وبيفضل يضايقه وبيقول له انه ملهوش علاقه بالفنون القتاليه، وانه محترف في الرقص وبس. وعلى الرغم من ان كوميكو بتاخد دانيال وبيمشوا، الا ان شوزن بيروح وراهم، ولانه بيكون متغاظ من دانيال انه كشفه قدام كل الفلاحين، فبيضربه ضربه قويه. فبيخطي دانيال خطى معلمه وبيتجنب العنف، وبيمشي وهو وكوميكو بيروحوا على بيت مياجي اللي بيلاقيهم قاعدين مع بعض وبيعلموا طقوس اسمها طقوس الشاي، واللي بتدل على حب اي اتنين لبعض. وتاني يوم بيكون مياجي محتاج من دانيال خدمة، ولكنه لما بيعرف انه كان متفق هو وكوميكو انهم يخرجوا مع بعض النهاردة علشان تفرجوا على القرية، بيطلب منه يخرج وهو هيتصرف. وبيروحوا هما الاتنين قدام قصر الملك، وبيكون المنظر عاجب دانيال جدا، وبيجروا هما الاتنين علشان يشوفوا مين هيسبق التاني، لأن في أسطورة بتقول إن اللي يوصل لقصر الملك الأول أمنيته بتتحقق. وبعدها بيروحوا للشارع الرئيسي، وهناك بتقول له كوميكو إن نفسها تكون راقصة محترفة ومشهورة، ولكن للأسف إمكانيات القرية مش مساعداها على ده. وبيشوف دانيال مدرسة الفنون القتالية بتاعت ساتو، ولما بيبص عليهم من الشباك بيلاقي إن شوزن هو المسؤول عن التدريب هناك. وبيلاحظ دانيال مدى قوة شوزن وإتقانه للكاراتيه. وأثناء ما هم ماشيين بيقول دانيال لكوميكو إنه مياجي موجود قريب من هنا لأنه بيشتري بعض اللوازم، ولكن بيلفت نظر دانيال مكان فبيدخل فيه هو وكوميكو، ولكنه بيعرف إنه مكان للرهانات، وهناك بيطلب منه ما يمشيش ويفضل موجود. ولما بتحس كوميكو إن في مشكلة هتحصل بتجري علشان تجيب مياجي. وهنا بيقول شوزن لدانيال إنه بيراهنه إنه يقدر يكسر 6 ألواح ثلجية، وعلى الرغم من إن دانيال بيكون رافض إلا إن مياجي بيوصل وبيوافق. وساتو هو كمان بيظهر وبيراهن على فشل دانيال، ولكن مياجي بيطلب منه انه يتنفس بهدوء زي ما علمه قبل كده، وفعلا بيقدر انه يكسب الرهان وبيكسر ال6 ألواح، وبياخد مياجي فلوس الرهان وبيديها هدية لدانيال. وتاني يوم بيكون دانيال مخطط انه يخرج مع كوميكو، ولكن فجأة بيظهر شوزن وبيبوظ الخطة دي بطلبه لقتال مياجي لمعلمه ساتو. ولما بيرفض بيروح شوزن هو ورجالته وبيبوظوا الارض اللي هم فيها، فبيضطر مياجي انه يروح لساتو اللي بيفاجئه انه جاي يعتذر لانه خاف زمان ولكنه فعلا مش هيقدر يقاتل، فبيسيبه ساتو وبيمشي. والناحية التانية بيروح دانيال مع كوميكو لنادي الرقص، وبيكون حاسس بالذنب لانه مش عارف يساعد مياجي، ولكن كوميكو بتقوله انه مفيش حاجة يقدر يعملها، وعلشان تخرجه من الحالة دي بيرقصوا هما الاتنين مع بعض. وبيندمج دانيال معاها جدا لدرجة ان المكان كله بيتفرج على رقصهم مع بعض. وبعدها بيقعدوا هما الاتنين مع بعض، وبيكون واضح نظرات الاعجاب المتبادلة بين الاتنين. وبيتجرأ دانيال وبيسألها إذا كان في حد عجبها في القرية أو هتتجوز حد معين،
ولكنها بتقوله لا، وده اللي بيخليه سعيد جدا. ولكن بيقطع سعادتهم الشخص الغيتة تشوزن، واللي بيمسك في دانيال بعد ما خسر قدامه الرهان وبيكون عايز ياخد فلوسه مرة تانية. ولكن الوضع بيتغير لما دانيال بيلاقي انهم كمان هيخطفوا كوميكو، فبيضطر انه يستعمل العنف معاهم وبيضربهم بقوة وبيقدر ياخد منهم فلوسه وكوميكو، وبيركبوا العربية وبيهربوا بأقصى سرعة. وبالليل كان دانيال على وشك انه ينام، ولكنه بيسمع صوت جاي من بره، ولما بيبص من الشباك بيتفاجئ بساتو وشوزن جايين بيدوروا على مياجي علشان يقتلوه. فبينزل علشان يمنعهم، ولكنهم بيمسكوه، ولما بيسألوه عن مكان مياجي بيقول لهم ان ما يعرفش اي حاجة عنه. فهنا بيأمر ساتو رجالته يدمروا صالة الكاراتيه، وبيأمر شوزن انه يضرب دانيال. وفعلا بيضرب شوزن دانيال ضرب قوي جدا، وكان على وشك انه يقتله. ولكن فجأة بيظهر مياجي وبياخد منه الرمح اللي معاه، وبيقاتل كل رجالة ساتو لوحده. وبنشوف مدى قوته وانه كان قادر انه يقتل شوزن، ولكن ده مش من مبادئه وبيسيبه وبيمشي. وبيقرر مياجي انه ياخد دانيال ويسافروا تاني يوم. ولكن بيكون واضح الزعل على وش دانيال وهو بيحضر الشنطة. ولما بيشوف كوميكو هي كمان وهي قاعدة متضايقة انهم ماشيين، بيروح لها وبيبقى عايزها تروح معاهم امريكا. وبيقطع كلامهم، وينشي بيكون ساتو جايبه علشان يدمر كل الأراضي الزراعية الموجودة. ولما بيحاول مياجي يوقفه ويسأله هو ليه بيعمل كده، بيقول له علشان يتقاتل معاه. فهنا بيضطر مياجي انه يوافق على القتال، ولكن بشرط، وهو انه لو كسب الأراضي كلها تتوزع على أهل القرية بالتساوي. فبيبص له ساتو بيوافق، ولكنه بيقول له انه لو ما جاش هيدمر القرية بالكامل. وبيكون قتال مياجي مع ساتو أمر واقع. وبيروح مياجي لدانيال وبيديله وصيته علشان لو مات. فبيبص له دانيال وهو قلقان وخايف عليه جدا، وعلشان كده بيخرج وبيفضل يتمشى في القرية لحد ما بيوصل لكوميكو اللي كانت قاعدة لوحدها. وهنا هما الاتنين بيعملوا طقوس الشاي مع بعض وبيعترفوا بحبهم. وأثناء الطقوس دي بتحصل عاصفة قوية جدا بتهجم على القرية، فبيضطروا انهم يخرجوا جري من المكان لانه بقى خطر. والعاصفة بتزداد واهل القرية كلهم بيخرجوا من بيوتهم علشان يهربوا المخبأ تحت الارض. ولكن لما بيبص دانيال ومياجي بره بيلاقوا في ناس مش قادرة تتحرك، فبيطلعوا هما الاتنين علشان ينقذوهم. واللي بيكون منهم شوزن، واللي بيقول لهم انه شاكك ان ساتو يكون مات. فبيجري مياجي علشان يدور عليه، وبيلاقي فيه جذع فوقه. فبيكسر مياجي الجذع بقوته وبيقدر انه ينقذ ساتو وبياخده على القبوة. ولكن بيشوف دانيال بنت صغيرة عند الجرس، فبيطلع لها علشان يحاول ينقذها. ولكن العاصفة بتزداد كل ما الارتفاع بيزداد، وعلشان كده المهمة بتكون صعبة جدا. ولما بيطلب ساتو من شوزن انه يخرج يساعد دانيال بيرفض وبيسيبه ويمشي. ولكن بيقدر دانيال انه ينقذ البنت، وبيخرج ساتو ياخدها منه. ومع الوقت العاصفة بتهدى. وتاني يوم ساتو بيجيب عربيات كتير جدا علشان يصلح القرية اللي اتدمرت بالكامل، وبيتأسف لمياجي جدا. ولكن بالليل ووقت إقامة الحفلة وأثناء تأدية كوميكو رقصتها بيظهر شوزن وبيهدد القرية إن اللي هيقرب منه هيقتلها، وبيطلب قتال بينه وبين دانيال. فبيضطر دانيال إنه يوافق. ولكن شوزن بيكون أقوى منه بكتير، وحتى أقوى الحركات اللي بيستعملها ضد شوزن بيقدر إنه يصدها، لحد ما القرية كلها بما فيها ساتو بيبدأوا إنهم يشجعوه. وبيبدأ دانيال يحس بقوة أهل القرية كلها معاه، وبيقدر إنه يهزمه في القتال، ومش بيرضى إنه يقتله. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. سلام.